السلام عليكم. زي كل سنة حلقات رمضان مع ايكو ايجيبت، وأول حلقة النهاردة هتكون عن تغذية محطة 1 ميجا لكام بيت. يعني محطة 1 ميجا تقدر تغذي كام بيت. الأول هنتكلم عن البيوت. بتتقسم مع النوتة الحسابية لكلاسز، كلاس A و B و C. هنتكلم عن كلاس B اللي هو متوسط الاستهلاك 1000 جنيه شهري. فعلى المتوسط الاستهلاك ال 1000 جنيه شهري ده ممكن يبقى عنده تكييف او اتنين، غسالة، ثلاجة، كل أدوات المطبخ، كل الأدوات المنزلية الطبيعية اللي أغلبنا بيستخدمها. دي ممكن شقة أو بيت صغير، فيلا صغيرة. ده كده كلاس بي عشان يبقى الكلام وزن افريج. طيب ده كده بالنسبة للأحمال. بالنسبة للتغذية، محطة 1 ميجا بتطلع 1 ميجا وات بيك، يعني تركيبات بتطلع في الساعة 1 ميجا، مع شوية لوسز بتوصل لممكن 850 كيلو 860 كيلو اي سي، مع عدد ساعات اليوم اللي هم البيك سان اورز هيدينا حوالي 5 ميجا في اليوم ب 150 ميجا شهري. طيب سعر التعريفة كام حاليا؟ ال 1000 جنيه لما تتحول لكيلو وات ساعة هتبدأ تشوف سعر كيلو الكهرباء اللي حضرتك بتدفعه اللي هو ب 2 جنيه 35 قرش. ده ال 1000 جنيه دي بتكفيك كام كيلو شهري؟ هيطلع معانا حوالي 500 كيلو شهري، أقل حاجة بسيطة. ده لسهولة حسابات الأرقام. فأما نشوف ال 150 ميجا في الشهر عشان تتقسم على 500 كيلو لكل شقة هيدينا حوالي 300 بيت، أو شقة متوسطة أو فيلا صغيرة، بيت صغير، اللي هو في الأجهزة الطبيعية بتاعتنا، في تكييف أو اتنين، في الأجهزة المنزلية، في موتور رفع مية لو أمكن أو لو موجود. كل ده بيشتغل تحت رينج ال 1000 جنيه في الكلاس بي. ودي كده كانت حلقة النهاردة. كل يوم حلقة جديدة إن شاء الله من في خلال شهر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. مهندس عامر وفريق إيكو إيجيبت. السلام عليكم.